بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب، شباب وشابات كتير. على أساس إنه عايزين نناقش الليلة موضوع مهم، الخطاب، خطاب حميدتي، ظهور حميدتي بعد الكلام الكثير والنفاق اللي عايشوا فيه السودانيين والإعلام المضلل. زي ما أنا دايما عندي دايما في كل لقاء هنا بذكر الإعلام المضلل، إعلام الفلول والعنصريين. عشان كده الليلة أتمنى إنه الناس يعملوا شير قبل ما أدخل في الموضوع. الليلة بتناول الخطاب، خطاب حميدتي، ظهوره، ده رد فعله على يعني رد فعل الناس على كل الكذب وكل النفاق والإعلام المضلل اللي كان بيدار في الفترة اللي فاتت، والحليفة بالله. يعني كانوا الفلول والناس الداعمين للجيش والعنصريين لما يتكلموا، يا جماعة أنا بالرغم من تواصلي مع ناس كثيرين جدا ومقتنعة إنه حميدتي ده عايش وشغال وبيدير في أعماله وبيقود في جيشه، لكن يعني الحليفة بالله واليقين اللي بيتكلموا به يخليك ترجع لناس ثاني وتسألهم، تقول لهم يا جماعة هل ده كله ممكن يكون كذب؟ معقول في زول عنده المقدرة دي على إنه يكذب بطريقة يعني يشكك في روحك؟ يعني أنا ذاتي لو شفت الحليفة اللي بيحلفوا بيها دي، واحد منهم عمل لايف زي اللايف ده وبيقول أقسم بالله العظيم وبربي الكعبة ورب العزة، والحليفة دي يقولها ويقول أنا فتحية دي ماتت، أنا شخصيا فتحية دي حاصل عزة، والحليفة دي يقولها ويقول أنا فتحية دي ماتت، أنا شخصيا فتحية دي حاصدق إنه عزة، والحليفة دي يقولها ويقول أنا فتحية دي ماتت، أنا شخصيا فتحية دي حاصدق إنه أنا مت. كمية الحليفة الحلفوها في السوشيال ميديا والقسم الغليظ اللي بيتكلموا به يخليك انت ذاتك تشك في نفسك انه فعلا يا ربي انا حي ولا بيكون دي نسخة تانية مني. يعني يدخلوك انت ذاتك في مرحلة بتاعت شك في نفسك. الاعلام المضلل امبارح لما جاء الخطاب بتاع حميدتي، وخطاب حميدتي دي يا جماعة الناس طبعا بينظروا له بكمية، يعني بكمية من الآراء أو آراء مختلفة. الناس بينظروا للخطاب. أول حاجة في ناس بينظروا له إنه زول قاعد يدرب في جيشه ومختلفة. الناس بينظروا للخطاب. أول حاجة في ناس بينظروا له إنه زول عنده دفعات جديدة، دفعات جديدة بيخرج فيها وزول مستعد للحرب. في ناس بينظروا له بأنه يا أخي هو بدأ يعمل عمل في البلد، يعني خلاص بيأمن في المناطق اللي هو يعني مسيطر عليها، بدأ يأمن فيها، بدأ يبث فيها الأمن، بدأ يتكلم عن جهاز تنفيذي، بدأ يتكلم عن إنه الناس تقعد تساعد. بعد ده يعني ناس يقعدوا يساعدوا في الناس كيف يستقروا، بيتكلم مع ناس يجوا. في شخص تاني بينظر له من ناحية بتاعت إنه ده شغل بيمهد لعمل سياسي مثلا مع الحرية والتغيير وغيرها. وفي ناس ممكن ينظروا له برضه بناحية إنه ممكن يكون بينسق مثلا مع الحركات المسلحة، لأنه ذكر في حتة إنه الناس كلها كانت مبسوطة في المناطق اللي تم تحريرها. يعني كل الناس بينظروا للخطاب ده من جهات مختلفة، بيحللوا بطرق مختلفة، لأنه كل زول عنده مأرب في الخطاب. بالنسبة لي أنا بفتكر إنه أهم ما في الخطاب إنه فضح المراوغة والتضليل اللي كان بيقوم به البرهان والفلول والكيزان، لأنه سرد حتة مهمة شديد. يعني قال في بعد الانقلاب بعد 25 اللي عملوا برهان، حميدتي مشى لبرهان وقال له يا أخي الموضوع ده كده بيخلي البلد تتبشك، أو البلد ده كده بتنتهي بتتفرتك.
نحن مفروض نفرض هيبة الدولة. برهان قال له كيف نفرض هيبة الدولة؟ وهو كان مستغرب انه ده رئيس، ده قائد قوات الشعب المسلحة، ده رئيس المجلس السيادي، ما عرف كيف يعني يفرض هيبة الدولة. قال انا سكت ومشيت خليته. النقطة الثانية بيوريك انه برهان ما حريص على البلد يا جماعة. نحن قاعدين نشوف نقول برهان ده، يعني الناس ما قدرت تفهم برهان ده بيعمل في شنو. في ناس بيقول لك والله برهان ده الموضوع ده غلبه ودايره بس كده ينتهي كده، لكن بعد خطاب حميدتي امبارح وضح جليا انه فعلا برهان عايز البلد تتفرتق، لانه فرتقت البلد وضعفها دي الحاجة الوحيدة اللي بتخليه كقوات مسلحة يقول يا اخي انا كقوات مسلحة وجيش منوط بي تنظيم وتأمين البلد بعد الفرتاق والخراب. والفراق والخرتيب اصلا هو كان مخطط له، يعني قال انه ناس الفلول دي لما طلعوهم من السجون طلعوهم قبل الانقلاب، قبل الحرب دي بتقريبا اسبوع طلعوهم، يعني كانوا جاهزين في انه يا اخي الفلول ده يطلعوا. والمساجين المجرمين تخيلوا، يعني الدولة كلها خاتنها تحت امرة المساجين، يعني المسجون ده في مين تخيلوا، يعني الدولة كلها خاتنها تحت امرة المساجين، يعني المسجون ده في ظروف كثيرة يعني بيعاني منها نفسية، في إجرام، في حاجات ارتكبها. تطلع المجرمين دي كلهم تخطهم مع المجتمع. طبيعي جدا في ظل الظروف دي يكون في اغتصاب، يكون في سرقة، المجرمين دي كلهم تخطهم مع المجتمع. طبيعي جدا في ظل الظروف دي يكون في اغتصاب، يكون في سرقة بيوت، يكون في قتل الناس. البرهان ما كان راضي، كان تحسبه مجبور مغلوب على الموضوع بتاع توقيع جوبا ده. وضح انه البرهان لو ليه ضغط وخاف من انه الدعم السريع تاني ما حيكاتل بدلا عنه، وهو ما حيقدر يواجه نصر الحركات المسلحة براه من غير الدعم السريع. ده السبب الرئيسي اللي خلى البرهان يقبل بجوبا. انت لما تيجي تشوف يعني برهان ده بيعمل في شنو، هو بيحقق في الوهم الحالة النفسية اللي بيعيش فيها، الوهم بتاع ابوه اللي قال له انت يوم من الايام حتكون رئيس للسودان. في سبيل تحقيق هذا الحلم ما عنده مشكلة انه كل السودان يتحرق، كل السودان يتفرتق. ده الخطاب ده انا بشوف، انا الخطاب ده بنظر له من الناحية دي، بنظر النقطة اللي بتوضح مراوغة البرهان وعدم وطنية البرهان وعنصرية البرهان. الخطاب ده أول حاجة هزم الكيزان هزيمة كبيرة جدا، هزم الفلول الكيزان واللايفاتية والمراوغين في السوشيال ميديا هزمهم، والكذابين اللي بيحلفوا بالله. تخيلوا يا جماعة، الزول اللي كان بيحلف بالله بيقول والله حميدتي مات، نفس الزول ده يوم ده كان يتكلم عن فلسطين وإنه دي فيها البيت المقدس الذي قدسه الله سبحانه وتعالى، وده فيه الفلسطينيين، ودي أرض الميعاد. هو ده أرض الميعاد دي حقت اليهود. طبعا هو قاعد يقول الكلام ده بدون وعي. فكان الزول ده بيتكلم يعني الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن، يعني انت لما تشوف اللغة دي وفي نفس الوقت تشوف الحليفة بيغادي، والله انت كونك تحلف بالله حلف مغلظ بالطريقة دي انت بتستهتر بالله سبحانه وتعالى. اول حاجة ما عندك احترام ولا تقدير لله سبحانه وتعالى، دي واضحة ما ادري لا اتنين تلاتة. تاني ما تجي تملى، يعني لما تيجي تتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول صلى الله عليه وسلم، والكلام الكبير اللي انت بتقول فيه ده مهما صوتك علا ما بيصحح لك الخطأ، ما بيصحح لك الكلام الخطأ والكلام يعني اللي بتقلل فيه من قيمة الله الكريم العزيز.
في الكذب، القسم المغلظ ده مهما انت جيت جملت بغادي وقلت واقف في القضية الفلسطينية وانها دي قضية يعني قضية دينية، ما بتقدر تقنع الناس انك انت ما زول كذاب ومنافق. بعد ذاك يا جماعة تخيلوا، يعني أنا ما بعرف الكيزان ديل ما بيشبهوا السودانيين حقيقة. الناس بيقولوا ناس الغرب ديل ما بيشبهونا والكلام بتاع العنصريين ديل، لكن حقيقة الكيزان هم كمجموعة اسمها كيزان، هي ما قبيلة طبعا، هم أي إنسان يكون كوز هو ما بيشبه السودانيين. يعني في صفات محددة إذا ما كانت في الزول ده ما ممكن يكون كوز. يعني زي العميل مثلا، ما ممكن يكون زول عميل إلا يكون عنده مقدرة على التخفي. يعني مثلا يكون زول عايش، ممكن يكون عايش لك 10 سنة باسم مزيف، ممكن يكون عايش لك سنين طويلة بأنه هو مخفي شخصيته. يعني حتى الجريدة لما يجي يقرأ بقدها كده ده ويقرأ ويعاين، شوف المفروض اقتنع انه ده دعم سريع، ومفروض اقتنع انه هم ده ما اولاد اسر، تمام، انه الناس دي ما اولاد اسر وما عندهم اخلاق، بيعملوا العمل ده كله. المفروض اقتنع بالكلام ده. اذا انا جيت قلت لي يا اخي الكلام ده ما مقنع بالنسبه لي وما صحيح، انت جنجويتي وانت ضد الشعب السوداني وضد الجيش. انت ضد الجيش، انت ضد الشعب السوداني. الفهم ده يا جماعه، ده المراوغات ده شغل بتاع عملاء. يعني ما ممكن زول طبيعي يدير عمل بالمستوى ده اللي يكون الا عميل فيه صفات العماله. العميل دائما بيكون ما ظاهر يا جماعه، الناس اللي بتحضر الافلام، العميل دائما بيكون ما ظاهر. طيب اجي ارجع للاستخفاف بعقول الناس، الكذب، الحلف يعني بالله بقسم مغلظ، وسياسيين كبار. والله يا جماعة في سياسيين نحن بالمناسبة كنا موهومين جد، يعني كنا موهومين فيهم. سياسيين الناس دي لما يجيوا بسمة خلاص الهوا يقيف. السياسيين الكبار ديل بيحللوا في قنوات الجزيرة وقنوات الحدث، وبيقول أنا زي ما أنا مقتنع بأنه أنا اسمي فلان الفلاني، أنا مقتنع أنه حميتي مات. السنة داير أعرف ديل كيف حيتعاملوا مع أعضاء أحزابهم. حيقدموا اعتذار صريح لأعضاء الحزب، حيقدموا اعتذار صريح لأعضاء الحزب، لأنه أنت ممكن تكون قائد في الحزب ولا أمين عام لحزب. هل الناس زي اللي عندهم المقدرة والشجاعة والصراحة مع نفسهم إنهم يعتذروا بشكل صريح وواضح جد في أجهزة الإعلام، ويقولوا يا جماعة نحن يعني حقيقة خديناكم في حتة يجب إنه أنا كزعيم للحزب أو أمين عام للحزب يجب إنه أنا ما أخدتكم في المكان ده، لأنه إذا ده رئيس حزب أو أمين عام لحزب أو أي قيادي في موقع ما في الحزب بيحلف بالله وبيأكد موت حميتي ظهروا امبارح، لو في أمانة وفي أخلاق، بالرغم الناس بيقولوا في السياسة ما في أخلاق، إذا في أخلاق يجب إنه الناس اللي يقدموا استقالتهم من قيادة الحزب يجب إنه يقدموا استقالتهم من قيادة الحزب. طيب نجي راجعين لحتة تانية بتاعة العنصريين. طبعا الأسبوع الفات كان في إساءة كبيرة جدا منهم هم ذاتهم، الفلول ديل ذاتهم، كان في إساءة للبرهان كبيرة شديد، لأنه البرهان مشى في المفاوضات والمهم كانوا بيسيئوا له. في ظل الإساءة دي في ناس قالوا يا جماعة البرهان ده ما نافع وده زول هو ذاته دعم سريع. طيب إذا شلنا البرهان منو اللي بيجي؟ طبعا بيجي كباشي. الناس دي طلعت وقالت لا 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 لا، إذا جاء كباشي تأكد إنه أول خطوة حيعملها حيجيب لك الحلو في أم درمان في الخرطوم في القصر الجمهوري. طيب
وأي زول يكون شايل تلفون في السودان يجب إنه الناس يفتشوا تلفونه إذا لقوا فيه ناشر أي موضوع للدعم السريع أو ناشر أي حاجة ضد ضد الفلول. الزول ده طوالي تقتلوه. يعني طبعا هو استخدم كلمة ما تليق يعني بالموت ده حاجة كبيرة وعظيمة ما بتليق بالحتة دي، هو يعني استخدمها. طيب انت يعني شوف يا جماعة، يعني بقى تعامل عنصري واضح، وبيقولوا لك يعني انت بتسمعوا في السوشيال ميديا موجود، يبقى معناها انتوا يا ناس يا مهمشين يجب انكم تعوا للخطاب ده خطاب واضح. يعني كباشي ده من أهل النوبة ما المفروض يحكموا، أهلنا في كردفان ما المفروض يحكموا، أهلنا في دارفور ما المفروض يحكموا. لكن الخطاب بتاع حميدتي بيقول إنه نحن كلنا نحكم، بناس الشمالية ذاتنا نحكم، كل السودان يحكم، دارين عدالة مساواة، الناس يلقوا نفسهم في الدولة السودانية. وقال ما دارين حتى التفاوض ده ذاته، قال احنا ما دارين سلام ملولو لغير الناطقين بها، بتعني يعني ما حقيقي، ما سلام حقيقي. يبقى معنى كده يا جماعة ان احنا منسي وبالمناسبة الحرب دي كل ما استمرت وكل ما الايام زادت في الحرب دي بتظهر سوءات العنصريين، بيظهر لك سوءات العنصريين يومي. كل ما يوم الحرب دي تستمر بتظهر لك عورات العنصريين العنصريين، وبتوريك انه السودان ده العنصريين ده قلبهم ما عليه، العنصريين ده قلبهم ما عليه. يا اخي انا مره شفت لي لايف واحد بيتكلم بيقول للجيش يا اخي انتوا ما تضربوا الكباري، يا اخي انتوا ما تضربوا الكباري. عليكم الله بس تخيلوا في زول في الدنيا دي مهما انت عندك قبينة على زول تقول اضربوا الكباري. السودان ده انتوا قاعدين تتخيلوا السودان ده من غير كباري؟ يعني انا كزولة من منطقة الهامش ممكن اقول لك يلا الكوبري ما عندي شغالة بيه، يعني انا كزولة من منطقة الهامش ممكن اقول لك يلا الكوبري ما عندي شغالة بيه. لكن ده رمز السودان، ده رمز السودان. الكباري دي بتربط البلد ببعضها، وفي كباري من زمن الانجليز جات في السودان دي حروبات وجات خلافات، والجنوب اتقسم، واهلنا في دارفور ديل استشهدوا في جبال النوبة ماتوا، كله استشهدوا برضو. الناس دي كلها الحاجات دي كلها حصلت، السودان دي البلاوي دي كلها حصلت، ما حصل في زول يتكلم في انه ممكن تكسر كباري او تخرب البلد. عشان كده انت تعرف الناس الجد قلوبهم على البلد ديل بتلقى اول ناس هنا اولاد النوبة، اولاد النوبة اللي هم الجيش الشرطة اللي بيموتوا هم اولاد النوبة في السودان. يعني اذا في زول بيحق له انه يحكم اولاد النوبة، بالرغم انه عندنا راي في كباشي، لكن كباشي ده من ناحية بتاعت يعني نقول التمييز الايجابي، لو نزل تعمل تمييز ايجابي في السودان كباشي ده يحق له يحكم. لكن لا، كباشي ده ذاته ما مفروض يجي، بالرغم انه معاكم جيش واحد شعب واحد. مش كباشي ده جيش واحد شعب واحد؟ ليه ما عايز كباشي يحكم؟ ليه بتقول انه لو كباشي حكم الحلو حيجي بأول طيارة بعد ما كباشي يحكم؟ ده كلام عنصري، وده الكلام اللي نحن ضده، ده اللي نحن شغالين ضده. السودان ده نحن الفترات اللي فاتت الناس بتطلع قاعدين نطلع ثورات عشان نغير حكم معين، لكن الثورة على تغيير النظام العام في السودان، وعشان يكون ما في مهمشين، وعشان يكون فعلا دولة عدالة، سلام وعدالة وحرية كمان،
عشان يكون فيه فعلا الكلام اللي بنقوله ده، يكون فيه التمييز الإيجابي، ويكون فيه الصحة والتعليم لكل فرد، لكل سوداني. عشان كده نحن واقفين مع الدعم السريع، واقفين مع الدعم السريع، لأنه بقاعد يخاطب القضايا دي. ما انت خطاب، ما تقول لي انت مصدق، طيب ليه انا اصدقك انت؟ يعني ما ممكن تجي عشان تقنعني تقول لي انت متخيل انه حميتي حيجيب لك ديمقراطيه؟ ليه ما يجيب ديمقراطيه؟ وانت كيف انت قالبه 3 مرات، ليه اثق فيك انت؟ الثوره دي مما قامت بيراوغ، برهان قاعد يراوغ وقاعد يقلب في الحكومه دي بيقلب فيها، قلب فيها 3 مرات. ليه انا اجي اقتنع، يعني اؤمن بكلامك واقتنع انك انت اللي حتجيب الديمقراطيه؟ على الاقل انا ادي حميتي فرصه عشان هو كمان انا اشوفه هو بيكذب ولا لا. لكن ما ممكن اجربك انت تاني، لانك انت كنت مع البشير 30 سنه حاكم. انا جابت الثوره، انت ما كنت واقف مع الثوره، كنت بتقلب في الحكومه. حميتي طلع قال كلام واضح، قال انا بعتذر للشعب السوداني عن انه انا وقفت مع برهان في 25. لحد اللي انت ما اعتذرت، لحد اللي انت مسميه تصحيح مسار. بس انا كزول ما منتمي لاي حته، لا من المهمشين ولا من الغرب ولا من اي ولا حاضنه اجتماعيه بالنسبه للدعم السريع. بس كده شخص كده سوداني، من انا حاصدق اكتر؟ انا حاصدق حميتي لسبب. اول حاجه قاعد يتكلم بتلقائيه شديده، كلام تلقائي، كلام بتاع اولاد البلد. انا بالنسبه لنا في مناطق الهامش بهمنا اهم حاجه انه الانسان يكون صادق. لكن كونك تكون انت حامل شهادات عليا ومراوغ وبتكذب وبتحلف بالله بقسم مغلظ من اجل السياسه، من اجل الكسب الرخيص، بالنسبه لنا انت حتى لو كنت شايل اعلى الشهادات انت زول ما عندك قيمه. وعندنا في مناطقنا دي بيقولوا الراجل بيمسكوه من لسانه. البرهان ده كده يقول، زول واحد يقول لي يوم واحد، مش يوم واحد، لمدة اسبوع واحد، انه ثبت في نفس الكلام اللي كان قاعد يقول فيه. كل يوم قاعد يغير موقفه. لما طلع من القيادة قال انا طلعت ومشيت وقاتلت وماتوا ناس عشان انا اصل هنا وما عندي اي اتفاق، وحنقاتل كده لاخر جندي. لما مشى مصر قال انا داير مفاوضات وداير سلام. لما كل حته قاعد يمشي قاعد يغير كلامه. يبقى بالنسبه لي انا كزول بس سوداني بسيط ما عندي اي فهم للسياسه، وبخط الاثنين دول كده وبقارن بيناتهم. حتى لو كان ده ما خريج جامعه، انا قاعد اشوف فيه اكثر حكمه، وبشوف انه صادق. لانه بالمناسبه اهلنا دايما قاعد يقولوا المدينه بتخرب الناس. بتخرب الناس ليه؟ لانه الزول بيكون مراوغ، يعني بيكون فهلوي، بيعرف يلف ويلعب بالبيضه والحجر. زول بيكون مراوغ يعني بيكون فهلوي، بيعرف يلف ويلعب بالبيضه والحجر. لكن الناس اولاد الريف فيهم خصله نادر جدا انهم يقدروا يراوغوا ويكذبوا ويعملوا. لو لاحظوا له في خطابه، يعني حتى بيقولوا انه ناس الحركات المسلحه هم ذاتهم احتفلوا معانا. ده الزول السياسي بيحسب دي، بيقول لا انا لو قلت كده احتمال يعني ده اللي يقع في مشكله او كده. انا بدلل لك على انه الناس اولاد الريف صادقين. وعشان كده انا بصدق، يعني انا بثق في حميتي. اذا ربنا وفقه باذن الله، ربنا يوفقه، السودان حيستقر وحتجي عداله وحيجي سلام والبلد حتتبني. لكن العكس الله لا قدر وباذن الله ما حيحصل. اذا برهان هو الفاز، اول حاجه البلد حتكون كلها. الدعم السريع اليوم الناس تدعمه لانه ما قاعد يفرز بين الناس، محاوله لتصفيه الناس من المناطق دي، تصفيه حقيقيه، تصفيه جسديه. يبقى لخير السودان والناس الاقرب للسلام
والاقرب لانه هو يقعد يخط يده معاك ونيته نظيفه لسه هو الدعم السريع، ما الجيش. جيش الفلول، جيش الفلول عندهم غبينه، لانه في جزء منهم مفهمينه انه ده مشروع جهادي، انه ده مشروع بتاع الدين. في ناس خام منهم بالمناسبه لحد الليله عملوا لهم غسيل دماغ، قال لهم ده جهاد. والسياسيين بتاعينهم العارفين انه لا جهاد ولا شيء، ديل شغالين حتى مع المساجين، يلبسون لبس الدعم السريع ويقولوا لهم امشوا اعملوا العمايل دي. لانهم يا جماعه انتوا لو لاحظتوا في المحاكمات اللي اتعملت حقت احمد الخير الاستاذ، هم اساسا عندهم مجموعه مدربه للشغل الخبيث. الزول اللي بيتكلموا معاه المتهم قال انا ده شغلي اصلا، انا مدرب على كده وده الدور اللي انا بقوم به. يبقى الخباثه دي الممارسه الخبث ده حقهم هم. بعدين هم ليه؟ شوفوا يا جماعه، انتوا لو لاحظتوا لو في زول حرامي بيفتكر كل الناس حراميه، لو في زول خبيث بيفتكر الناس كلهم خبيثين. ليش معنى الخبثاء ديل اول ما بدت الحرب بدوا بيتكلموا في اغتصابات، لانه ده شغلهم، لانه دي الحاجه اللي عندهم. راجعوا كل اللايفات، مستحيل تلقى لك لايف ما فيه اغتصاب. قبل يعني الحرب يا دابا بدت كده، لسه الرؤيه ما اتضحت. لايف ما فيه اغتصاب قبل يعني بيتكلموا عن اغتصابات، لانه هم ده خطوط. الحرب يا دابا بدت كده، لسه الرؤيه ما اتضحت. بيتكلموا عن اغتصابات لانه هم ده خططهم اصلا مخططين ليها وده شغلهم، وطلعوا المساجين ولموا عليهم المدربين انهم اصلا ليها وده شغلهم، وطلعوا المساجين ولموا عليهم المدربين انهم اصلا مادينهم ماستر ديجري في عمليات الاغتصاب. جاوون يوم ذاك في المحكمه. الناس دي كلهم مع بعض شغالين لتكسير الدوله السودانيه، تفتيت الدعم السريع، لانه لقوا دي الجهه الوحيده اللي ممكن تقف مع الشعب السوداني. والحمد لله رب العالمين الحاجات كلها اتكشفت. أنا بختم في ختام اللايف ده لأنه عملته طويل شكله، داير أقول إنه الأمور بقت واضحة بالنسبة لكل